مرحبا، معكم جورج من قناة الموسوعة الكروية الجديدة على اليوتيوب. هي قناة رياضية رح تحكي عن الأحداث المحلية والعالمية. واليوم رح أحكي لكم عن المنتخب المغربي. المنتخب المغربي والخطر اللي بيمثله على كل المنتخبات العالمية القوية. كلكم بتعرفوا إن المنتخب المغربي قدر يوصل على نصف نهائي كأس العالم، وهزم منتخبات كتير قوية مثل البرتغال ومثل إسبانيا، وخسر بنصف نهائي قدام فرنسا بصعوبة، وأخذ المركز الرابع بالبطولة. بس عمل نتائج كتير ممتازة، ودفاعهم كان من الدفاعات الأقوى بالبطولة، ومدربهم الركراكي كان من أفضل المدربين. وحاليا المنتخب المغربي صار اقوى واقوى، ضموا 3 لاعبين من مستوى عالي جدا. اول لاعب هو ابراهيم دياز، لاعب جناح اليمين لريال مدريد. هذا اللاعب مشهور، كلكم بتعرفوه، لاعب فعال كثير وصانع اهداف ومراوغ من الطراز الرفيع، ولاعب من المستوى العالي جدا. ثانيا المهاجم حمزه ايجمان. حمزه ايجمان مهاجم التحق من نادي رينجرز الى نادي ليل هي السنه، وهو من افضل المهاجمين بالدوري الفرنسي السنه. يتمتع ببنيه جسديه قويه جدا وانهاء عالي جدا امام المرمى، وهو من افضل الهدافين بالدوري الفرنسي هي السنه. ثالثا التحق اللاعب اسماعيل الصيباري، نجم وسط بي اس في ايندهوفن. هذا اللاعب هو دبابه بشريه، يعني هذا اللاعب بيقدر يخترق اي دفاع، وهو ثاني احسن هداف في الدوري الهولندي هي السنه. هدول 3 لاعبين رح يمثلوا اضافه كثير كبيره وقوه ضاربه للمنتخب المغربي بكاس العالم القادم. وكمان رح نحكي عن المنتخب المغربي للشباب. المنتخب المغربي للشباب عمل مفاجأة مدوية بإحرازه لقب كأس العالم الشباب. كأس العالم الشباب يا جماعة، يعني مو كأس آسيا أو كأس أفريقيا أو كأس العرب، كأس العالم، يعني ولا منتخب عربي عملها بالتاريخ. وهذا المنتخب تميز فيه 6 لاعبين لفتوا الأول شيء حارس ياسين بن شاوش، حارس شباب موناكو، كان أفضل حراس بالبطولة، يتمتع بردة فعل كثير كبيرة قدام المرمى، وتصدى تصديات إعجازية بالبطولة. ثاني لاعب باعوف، مدافع الدوري الهولندي الدرجة الثانية. باعوف افضل مدافع كان بطوله، لم يتمكن اي لاعب من مراوغته، تخيلوا يعني ولا لاعب قدر يمرق من هاللاعب، مدافع خارق للغايه. ثالث لاعب هو نعيم بيار، نجم وسط ارتكاز، لاعب بولونيا الايطالي، لاعب يتمتع ببنيه جسديه كثير قويه، وهذا اللاعب بيقطع المي والهواء عن اي منتخب، واي لاعب بيراقبه ما بفضل خطورته على الاخر. بعدين بننتقل للثلاثي الهجومي، ياسين جاسم اول لاعب. ياسين جاسم لاعب الدوري الفرنسي الدرجه الثانيه، يتمتع بمهاره عاليه وقادر على المراوغه بالمساحات الضيقه، ولاعب كان كثير فعال مع المنتخب المغربي، وقدر يصنع عدة أهداف ويسجل أهداف حاسمة. ثاني شيء المهاجم ياسر الزبيري. ياسر الزبيري هو هداف البطولة بالتشارك مع 4 لاعبين، وتمكن من إحراز 5 أهداف في البطولة. لاعب هداف مستوى عالي جدا، وتمكن من تسجيل هدف الفوز على المنتخب الأرجنتيني في النهائي. ومن النهفات اللي صارت بكأس العالم للشباب مع المنتخب المغربي إنه الكل كانوا ما كثير أعطينه الأهمية الزايدة إنه ممكن يربح اللقب. حتى المنتخب الفرنسي بس لعبوا معهم بنص النهائي، حارس المنتخب الفرنسي الاساسي اشترى بطاقات النهائي لاهله قرايبينه وكذا، انه هو ضامن كانه يتاهل على النهائي. بس المنتخب المغربي خسروه، وبعد شو يعني نقع البطاقات وشرب ميتهم وبسط باعهم بسوق تشيلي القديمه. ثاني شيء بالنهائي المنتخب الارجنتيني كله اللعيبه صاروا يصرحوا نحن ابطال العالم الشباب ورح نربح المغرب بسهوله، واكيد رح نفوز على المغرب وكذا. المنتخب المغربي خسروه. وياسر زبيري شو صرح باخر بعد المباراه؟ صرح انه نحن ما بنعرف نربح من المنتخبات اللي بيحكوا كثير، ونحن فتنا على اللعبه واكلناهم الاكل، وانا بقول له صحتنا قلبك يا غالي. شباب، اذا عجبتكم محتوى القناه لا تنسونا من اللايك والسبسكرايب والاشتراك والدعم. وان شاء الله بنشوفكم حلقات جايه اقوى ومعلومات فيها اكثر بكثير. سلام.